فيلمنا كيبدا مع بنت سميتها اوبري وهي في الكنازه تصاحبتها كريس، وكيبان ان اوبري بقى فيها الحال بزاف على الفراق تصاحبتها. وفاش كتسالي كنازه اوبري كتلقى بنت عم صاحبتها كريس واللي كتكون سميتها اليس، وكتكون هذه اول مره اليس اللي كتشوف فيها اوبري، وكترحب بها وكتقول لها بلي كريس كانت تيما في اي نقاش كتجبد سميتها. وفاش كتبغي تمشي في حالها كتسولها واش وصلت البرا اللي خلات ليها وبلي فيها كاسيطه مسجله فيها اغنيه كانت تيما كتلقاها، وكتقول بلي اوبري هي اللي غتفهمها. وكتقرر اوبري تمشي لدار كريس، وفاش كتوصل قدام الباب كتدخل واحد العدو كتجبد سارته كتدخل للدار. كيبان ان دار كريس فيها جوج طاج، السفلي كتكون فيه قهوه والطاج الثاني كتكون فيه بارطمان اللي كتسكن فيها. وكي كتدخل اوبري للدار كتمشي للقناديل البحر اللي كانت مربيهم كريس وكترمي لهم نجوم البحر باش القناديل يقسيوها، وكتمشي للفكرون كريس وكتحط ليه حتى هو الماكله. ومن بعد اوبري كتدخل لبيت كريس وكتلقى واحد الراديو، واوبري بقات كتقلب في حوايج كريس وشويه كتمشي تدوش وهي مقلقه وحاسه بالوحدانيه بعد ما صاحبتها الوحيده مات. وكتقرر تنعس وكتدخل لبيت كريس وكتكا في الناموسيه، وشويه اوبري كتسمع شي تخرجي في داك الراديو ديال كريس وكتهزو وبدات كتقول بلي سميتها اوبري، ودخلت لدار صاحبتها كريس اللي مات وكتسول شكون معاها ولكن حتى واحد ما كيجاوبها. واوبري كتمشي تنعس فوق الفوطوي اللي كاين في الصالون ولكن ما كيتياش الناس، وكتخدم الراديو وكتنعس على الصوت ديالو، وكتحلم بخطيبها ادوارد وهو كيبان وجهه كيخلع. وكتفيق اوبري وهي مخلوعه وكتلقى النهار طلع والضو مقطوع، وكتمشي تخدم الفيكس ولكن حتى هو كيكون ما خدامش. وكتقرر تمشي للخزين اللي كاين حدا الدار باش تجبد المازوت وتخدم به الموتور ديال الضو. واوبري كيطيح لها العجب فاش كتشوف شوارع المدينه خاويين والناس ما كاينينش، وهذا الشيء من غير انها كتسمع شي اصوات كيخلعوا حداها. وكترجع بالزربه للدار وهي مخلوعه، وفاش كتوصل للدار كتوقف ورا الباب وواحد خونا كيردخل على الباب وكيهرب وهو خايف، وكتبعو اوبري باش تعرف شنو طاري ولكن هاد خونا كيغبر. واوبري كتشوكا فاش كيبان لها كاع البنين اللي في الشارع رايق وخارج منه الدخان، وكتشوف اثر ديال الدم في الارض، وعلى غفله كيبان قدامها واحد الكائن الشكل ديالو كيخلع. واوبري كتخاف وكتهرب بالزربه للدار وكتسد على الباب وكتخبى، وداك الكائن كيتبعها للدار وكيبغي يهرس الباب. وفاش داك الكائن بدا كيضرب الباب باش يفرعو يدخل للدار، اوبري كتسمع واحد الشخص مجهول وهو كيهضر معاها في الراديو وكيطلب منها تغمض عينيها وتبقى هازه داك الراديو وتمشي عند الباب. واوبري كدير داكشي اللي قال لها وكتقرب لجهه الباب، ومن بعد كيتسمع واحد الصوت في شكل من داك الراديو واللي كيخلي داك الكائن يمشي في حاله. ومن بعد داك الشخص المجهول كيطلب منها تطلع لفوق وتسد الباب على راسها. واوبري كدير داكشي اللي قال لها وكتسولو كيفاش تعرف سميتها، وكيقول لها بلي كيعرف كريس صاحبتها، وكتعاود تسولو على كيفاش دار داك الصوت اللي خلى داك الكائن يمشي، وكيقول لها بلي واحد الاشاره هي اللي كدير هذا الشيء. وكتعرف اوبري من هاد خونا بلي البارح بلي تنقلت واحد الاشاره وهي اللي دارت هاد الروينه في المدينه، وداك خونا كيقول بلي كريس وصلت لشي حاجه وهاد الحاجه خلاتها ليها في الدار. واوبري ما كتفهم والو وكتطلبو يشرح لها شنو طاري، وكيقول لها بلي خاصو يمشي وكيتقطع الصوت. وكيبان ان اوبري خايفه وما عارفه شنو دير، وكتقرر انها تقلب على ديك اللعيبه اللي خلات كريس. وهي كتقلب كتلقى جوا فيه كاسيطه لونها ذهبي ومكتوب عليها هاد الكاسيطه غتعتق العالم. وكتمشي اوبري لواحد المسجله باش تخدم ديك الكاسيطه، وكتلقى في الداخل ديك المسجله كاسيطه مكتوب عليها رقم 7، وكتحيد ديك الكاسيطه اللي مكتوب فيها رقم 7 وكتحط ديك الكاسيطه اللي لقات في داك الجوا، وكتخدم وكتسمع الصوت صاحبتها كريس وهي كتقول لها بلي سجلات هاد الكاسيطه ليها حيت عارفه بلي حتى شي واحد ما غيتيقها من غيرها وانها غتعاونها. وكتقول بريس بلي كاينه واحد المجموعه قدروا يوصلوا لشي اشارات مدفونه في التلاسلكي، وان كريس كانت خدامه كتعاون هاد الناس، وهادشي في الاول كان غير قصاره، واكتشفوا في الاخر ان هادشي عنده علاقه بالكوارث الطبيعيه. وكريس كتقول لاوبري بلي هاد الاشارات مرتبطه ببعضياتها بتسلسل وبلي خاصهم الحلقه السابعه، وبلي هاد الاشارات كيكونوا خطر فاش كيكونوا مشتتين. وداكشي علاش كريس كتاكد على اوبري باش تجمع هاد الاشارات حيت كاينين الناس بغاو هادشي خاطر. وكريس كتقول لاوبري انها خبات دوك الكاسيط في البلاصه اللي كانوا كيمشيو ليهم وهي غتعرف فين، وسجلات دوك الاشارات في كاسيطات اللي كانوا مسجلين فيهم الاغاني اللي كانت هي وياه كيتمسكوا ليهم، وكتسالي الكاسيطه. واوبري بقات مرونه وما عارفه شنو دير، وكتهز واحد التصويره ديالها مع كريس وعلى غفله الضو كيتقطع، وكتخرج اوبري برا الدار باش تعرف السبب علاش تقطع الضو. وهي كتمشى في جناب الدار كتسمع شي صوت في شي شكل وكتحس بشي واحد وراها كيقرب ليها، وكتدير في بالها ان هذا ممكن يكون كائن من دوك الكائنات الغريبه، وكتهز واحد الحجره باش تدافع على راسها. ولكن فاش اوبري كدور ضرب داك الكائن كتلقى راسها في الدار، وكتلقى انها ضربات واحد الطابلو معلق في الحيط، وكتلقى وراه الكاسيطه رقم 2 وشي دفاتر ديال كريس صاحبتها. ومن بعد كتجلس وكتحل دوك الدفاتر باش تشوف شنو مكتوب فيهم، وكيكون مكتوب فيهم تواريخ ومعادلات وبزاف د الكودات. وهي كتقلب في داك العجب على غفله داك المجهول كيهضر معاها من الراديو وكيقول لها بلي ضروري تكون رد البال حيت ديك الاشاره مجهده وكتحل المداخل الزمنيه، وكيعتقد ان دوك المخلوقات دخلوا من شي باب من هاد الابواب وانها كتخاف منهم. وكتسول اوبري على السبب اللي خلى بنادم يغبر من المدينه، وكيقول لها بلي ما عارفش شنو طرا ليهم وما عارفش واش ماتوا كلهم ولا خايفين ومخبيين. وكتسول واش فعلا كريس مات، وكيقول لها بلي ما عارفش، والاشاره تقدر تكون نمط طبيعي وقديمه عليهم وشي حاجه اللي ضروريه وكتعاود، ويقدر يكون شي نوع جديد من اساليب الحرب الانسان اللي صنعها. وكيزيد يقول لها ان هاد الاشارات ممكن تكون كتسنى تصيفط للسيستم الصحيح باش تصاوب سلسله ديال الشفره، حيت ربما العلم ما كيحتاج يتبنى على نفس السيستم، ويمكن كاين شي عجب برا كيستعمل الموجات الصوتيه كمدرسه يتعلم منها التواصل ولا الحرب ولا الاكتشاف باش يحل البيبان. وكتقول اوبري لهاد خونا انها
مع راسها من شحال هادي كتمنى في الخيال ديالها كلشي يغبر وتبقى تنيخه وحدها وتبقى غير بوحدها. وداك خونا كيطلبها التعاون معاه باش يحبسوا هادشي، ولكن اوبري كتقطع المكالمه معاه، ومن بعد كتقرر انها ما تجمعش دوك الاشارات وما تعتقش كوكب الارض حيت هي مستمتعه بديك الحياه. وكيدوزو الايام وكيجي واحد النهار اوبري كتحلم فيه بواحد الوحش كيخلع كيهجم عليها وكتشدو بدات كضرب فيه بكاع الجهد اللي عندها. وفاش كتفيق من النعاس كتلقى راسها كضرب في الحيط ويتها مضروبه وعامره بالدم. واوبري كتقرر تسمع الكاسيطه غريس صاحبتها مره اخرى وكتركز مزيان في الهضره اللي كتقول غريس، وكتفهم اوبري من هضره غريس انه كاينه خريطه في حيط من الحيوطات الدار واللي فيها كاع البلايص اللي خبات فيهم دوك الكاسيطات. واوبري كتقلب على الخريطه وكتلقاها وكتشوف كاع البلايص اللي خبات فيها غريس دوك الكاسيطه. ومن بعد اوبري كتوجد راسها وكتقرر تبدا الرحله ديالها بجميع دوك الكاسيطات. واول بلاصه كتمشي لها هي السوبر مارشي، وبقات اوبري كتقلب في كل بلاصه في داك السوبر مارشي حتى كتلقى الكاسيطه رقم 3. ومن بعد اوبري كتشوف اثار الدم في الارض وبقات تابعه حتى وصلت للستوك السوبر مارشي، وكتلقى الجثه واحد السيد مقطوع وكتخرج من السوبر مارشي بالزربه. وهي غاديه في الزنقه كتسمع صوت من الجهاد وعلى غفله كيبان لها واحد من دوك الكائنات الغريبه وكيتبعها. واوبري كتجري بكاع السرعه اللي عندها باش تهرب منه وكتخبى في واحد الطوموبيل من الطوموبيلات اللي كاينين في الشارع. وكيوصل لهداك الكائن وكيبغي يهرس الجاج الطوموبيل باش يهجم عليها. واوبري كتجبد الكاسيطه رقم 3 وكتخدمها وكتجهد الصوت وكتغمض عينيها. وبعد شويه اوبري كتلقى راسها ناعسه تحت الطوموبيل وداك الكائن غبر. ومن بعد كتمشي للسينما وكتدخل لقاعه العرض وكتكون هازه في التيكيتات السينما فيها الرقم واحد الكرسي، وهاد التيكيتا اللي عندها لقاتها في داكشي اللي كانت خلاتو غريس. واوبري كتقلب على داك الكرسي حتى كتلقاه وكتلقى في التحت ديالو الكاسيطه رقم 4. ومن بعد كتخرج من السينما باش تكمل الرحله ديالها، ولكن كتشوكا فاش كتشوف واحد الكائن كبير بزاف وكيتيح لها العجب من شكل هاد الكائن والطول اللي كيكون في الجسم ديالو. وكيوصل الليل وكترجع اوبري للدار، ولكن قبل ما تدخل كيبان قدامها كائن من دوك الكائنات. واوبري كتخلع وكطيح في الارض وكتخرج ديك المسجله من شكارتها وكتختم الكاسيطه رقم 4. والكائن كيسمع الاشاره اللي كاينه في ديك الكاسيطه غبر. ومن بعد كتدخل للدار وكتمشي لمكتبه غريس وكتقلب على الكاسيطه رقم 5 حتى كتلقاها. واوبري كتكون عيات من كثر تمشي النهار كله وكتنعس وكتفاجئ بصاحبتها غريس ناعسه حداها وكتسول على الاحوال ديالها. واوبري كتقول لها بلي كيجيوها شي احلام فيها هي كدوي معاها بحال كاينه بصح، انها بعض المرات ما كتحش بصباعها. وكتقول لها غريس بلي كتبعد على العالم وكتسولها علاش باغا تبعد على العالم وتبقى بوحدها. وكتقول لها اوبري بلي ما قادرش تسامح راسها. وغريس كتشوف الخاتم خطيبها مازال لابسه وكتسولها علاش مازال لابسه. وكتقول لها اوبري باش تخليه تذكر لاي حاجه خايبه دارت. وغريس كطلب من اوبري انها تقبل حياتها كما هي وتعيش وتتواجع معاها وما تبقاش غير مخبيه. واوبري كطلبها تسمح ليها حيت خلاتها بوحدها في كاع المدة المرض ديالها وما سولاتش عليها. والغد ليه اوبري كتقرر تصنت الكاسيطه رقم 4 حيت كتكون فيها اغنيه عزيزه عليها. وهي كتمسك الاغنيه كتسمع في نفس الوقت صوت اشارات وفريكونسات في شكل، وكتركز مزيان في الاشارات اللي كاينه في الاغنيه. وعلى غفله كتخيل راسها في بلاصه ديال التصوير السينمائي وكتهز كلاكيت وكتشوف قدامها مشهد ليها وهي كتعرف على داك خونا اللي غتكون خطيبها ادوارد معاه. وكتخلع وكتحيد الكاسك من ودنيها، وهاد المره كتخيل راسها قدام خطيبها ادوارد واللي كيكون كيبكي حيت خانته. وحيت اوبري كتكون ندمانه على الخيانه ديالها لادوارد كتمشي تلاقى بداك خونا اللي خانت ادوارد معاه، وكيكونوا بجوج في البحر وكتشدو اوبري وكتغرقوا في الماء وكتقتل قبل ما تدخل معاه في علاقه. ومن بعد اوبري كتحيد داك الكاسك من ودنيها وكترجع لحياتها الواقعيه وكتخرج من الدار باش تقلب على الكاسيطه رقم 6. ولكن على غفله كيخرج لها كائن من دوك الكائنات وكتقرر تخدم شي كاسيطه من الكاسيطات اللي فيهم الاشارات، ولكن كتبدل الراي ديالها حيت كدير في بالها ان هذا الكائن ما كتبانش ليه اصلا. وفعلا اوبري كيكون الاعتقاد ديالها صحيح والكائن كيمشي في حاله بلا ما يقرب ليها. ومن بعد كتوصل اوبري للبلاصه فين كاينه الاذاعات الراديو وكتلقى الكاسيطه رقم 6. وبهكا اوبري كتكون جمعت الكاسيطات بسبعه. ومن بعد اوبري كتستعمل الماتيريال اللي كاين في اذاعات الراديو وكتدخل دوك الكاسيطات اللي فيهم دوك الاشارات ديال دوك الكائنات العجيبه وكتخدمهم. ولكن اوبري ما كتلقى حتى شي حاجه كتبدل حداها وبدات كتهضر بداك الراديو باش تشوف واش كاين شي حد. وعلى غفله كتلقى واحد خونا كيهضر معاها من الراديو وكيقول لها بلي رصد داكشي اللي دارت وبلي ترتيب دوك الكاسيطات اللي خدمت ما سدش المداخل ما بين العوالم وانما خلاهم محلولين. واوبري كتشد دوك الكاسيطات وكتركز فيهم وكتجمع الحروف اللي فيهم مع بعضياتهم وكتلقى كلمه كتعني سامحي ونساي. ومن بعد اوبري كتخرج من الراديو وكتمشي لجهه مدخل من المداخل الزمنيه وكتدخل للداخل ديالو. وبقاو التكريات اوبري كيتعرضوا قدامها بحال شي سينتات السينما. وهنا كنفهموا ان اوبري ما قادراش تتعامل مع الاحساس ديالها بالذنب، وهادشي كله اللي طرا عباره على طريقه باش تهرب من الاحزان ديالها وكيسالي الفيلم.